من صغرها وهي كتمنى تزوج بشي راجل اللي لاباس عليه، وفعلا ربي غيجيب ليها راجل لاباس عليه. ولكن النهاية غتخليكم عمركم ما باقين تصدقوا شي واحد ولا تثيقوا في شي واحد وتردوا البال لبناتكم. قصتنا اليوم غدينا لعند واحد الشابة الاسم ديالها سلوى، كتبلغ من العمر 22 سنة وكتعيش في مدينة الحسيمة. سلوى من عائلة متوسطة، يعني عائلة عادية. الأب ديالها موظف والأم ديالها ربات بيت، وعندها 3 ديال الخوت، 2 ولاد وبنت صغار منها. سلوى من صغرها وهي كتمنى تزوج بشي راجل لاباس عليه، حيث كانت كتشوف بنات الجيران تقريبا كاملين تزوجوا بأجانب ومشاو عاشوا برا. وفاش كيجيو دائما سلوى كانت كتبقى تشوف فيهم، كتمنى حتى هي ياخدها شي راجل يكون لاباس عليه وتكون حتى هي في حالهم. سلوى ما كملاش القرايه ديالها، كانت جالسه في الدار. امها ما بغاتش تخليها جالسه غير في الدار، قالت غادي ندخلها تتعلم شي صنعه. وفعلا دخلتها تتعلم الخياطه، ولات غاده جايه للمدرسه ديال الخياطه. العائله ديالها كانوا رادين معاها البال بزاف، وبالخصوص خوتها كانوا حاضينها وكانت كتخاف منهم بزاف. يعني ما عندها فين تمشي، من المدرسه ديال الخياطه للدار ومن الدار للمدرسه ديال الخياطه. وسلوى اصلا هذيك المدرسه ديال الخياطه ما كانش معمره ليها دماغها، يعني بحال عادات الخاطر لوالديها وغير كتمشي باش تفوج مع البنات. المهم سلوى عندها واحد صاحبتها ساكنه حداهم، الجيران ديالهم من قديم هما ساكنين حداهم، واللي تقريبا في نفس العمر ديال سلوى، والاسم ديالها مريم. مريم هي الوحيده اللي كتجي لعند سلوى، وحتى العائله ديال سلوى كيتيقوا في هاد مريم لانها بنت واحد الناس اللي محترمين ومؤدبه. واحد النهار غادا تطلع هي وياها للسطح وغتقول لها مريم: انا راني تسجلت في واحد السيت ديال التعارف، علاش ما تسجليش نتيا فيه وهكايا نقلبوا لعل وعسى لقاو حتى حنايا شي رجال اللي خرجونا من هنايا. المهم بقاو على هذا الحال يوميا، فيما كتجي لعندها كتطلع هي وياها للسطح وكيديروا راسهم غير جالسين كيهضروا وهما راهم كيشاطيو بالتليفون ديال مريم. وفواحد النهار واحد الاماراتي غادي يتعرف على سلوى، واللي كان الاسم ديالو مازين. مازين كان في العمر ديالو 34 سنه. المهم بدا كيصيفط ليها في التصاور ديالو، هو في الطوموبيل، هو في الفيلا، هو في بلايص واعرين. البنت بقات غير حاله فمها وبقات كتقول: هذا هو الراجل اللي انا كنقلب عليه. عطاتو الرقم ديال صاحبتها مريم وقالت لي: انا راه نعطيك دابا الرقم ديال صاحبتي حيت انا ما عنديش تليفون، وفيما تهضر مع صاحبتي راه غتجي تقولها لي وغادي نهضر معاك. قال لي: ها واخا صافي. وهذا الشيء كامل ما فخبرش عائلتها وخوتها، ما سيقن الخبر لهذا الشيء. بقاو دائما كيهضروا مع بعضياتهم، فيما يهضر مع صاحبتها كتجيب ليها صاحبتها التليفون وطلع هي وياها للسطح وبداو كيهضروا. لقاو بان شخصياتهم متقاربين وكيتفاهموا في بزاف ديال الحاجات، وعجباتو بزاف. وشحال من مره اقترح عليها انه يصيفط ليها شي كادو، ولكن هي كانت كترفض، كتقول له: لا ما نقدرش، خوتي لا ساقوا الخبر راه يقتلوني. ويقول لها: على الاقل نصيفط لك غير الفلوس. بدات كتفكر واحد شويه وفي الاخر وافقت، قالت له: انا موافقه. بدا كيصيفط ليها الفلوس مره. داك الفلوس كانت غير كتخبيهم، ما كتقدر تشري بهم حتى شي حاجه، لان خوتها وامها كانوا رادين معاها البال بزاف، وإلا دخلت شي حاجه للدار اكيد امها غادي تعرف. كانت غير صاحبتها مريم هي اللي سايقه الخبر لهاد العلاقه. ومن بعد 6 ديال الشهور على التعارف ديالها مع مازين غادي يجي للمغرب باش يتعرف عليها ويخطبها. سلوى كانت فرحانه بزاف، فرحانه وفي نفس الوقت خايفه، لان دارهم ما كانوش سايقين الخبر وما كانوش عارفينها راها كتهضر مع شي واحد، وما كانش عارفه كيفاش غادا تجبد معاهم هذا الموضوع هذا. كانت خايفه واش يقبلوا ولا لا. من بعد ما فكرت قالت: اول وحده غنهضر معاها هي الام ديالي،
وفعلا غادي تهضر مع امها وعاد تقول ليها راني بغيت نقول لك شي هضره. غادي تعاود ليها كل شيء وقالت ليها باللي السيد لاباس عليه وناوي المعقول. الام اقتنعت من الناحيه الماديه وقالت هذا هو الشخص المناسب لبنتي، لحقاش غادي يعيشها في الرفاهيه وغادي يخليها ما ناقصها حتى شي حاجه. المهم هضرت مع بنتها وقالت ليها انا غادي نفتح باك في الموضوع. هضرات مع الاب وقدرات تقنعه، واخا في الاول كان ضد انه بنته تزوج باجنبي، ولكن سلوى خبات واحد الموضوع على الام ديالها، لان هذا السيد هذا والدين ديالو راه ما كانوش موافقين باش يتزوج بوحده مغربيه. وقبل ما يجي للمغرب غادي توصيه سلوى وتقول له عندك تقول شي حاجه للوالدين ديالي برا ان عائلتك ما قابلانيش. المهم جا المغرب وتلاقى هو وسلوى، عجباتو بزاف وحتى هو عجبها. غادا تلاقيه مع عائلتها اللي حتى هما عجبهم هذا السيد، كيبان عليه معقول ومثبت ومرزن وكيبان بعقله. دخل بيديه عامرين وما خلى ما جاب معاه، حتى هما استقبلوا واحد الاستقبال اللي كان رائع ورحبوا به وما خلاو ما وجدوا على قبله. المهم من بعد ما كلاو وشربوا اتفقوا على كل شيء، وغادي يجبد واحد المبلغ كبير ديال الفلوس وغادي يعطيه لهم وغيقول لهم انا دابا راه غادي نمشي باش غادي نبات في الاوتيل، والصباح انا معاكم. وفي الصباح غادي يجي لعندهم وغادي يخرجوا باش غادي يتقداو داكشي اللي غادي تحتاج العروسه. ما خلات ما خدات، واي حاجه حلت عليها فمها كيقول ليها بسم الله. المهم بقى معاهم المده ديال 12 يوم. في ديك الايام تقداو كلشي ووجدوا كلشي وداروا واحد الخطوبه اللي خلاو الجيران والعائله غير حالين فمهم، واتفق معاهم باش غدوز غير شهرين وغادي يرجع لعندها باش يديروا العرس ديالهم ويديها معاه الامارات. استمر التواصل بيناتهم وكان دائما كتهضر معاه من بعد ما خدات واحد التليفون باش ما تبقاش تبرزت صاحبتها كل مره. وفي هذيك المده اللي كان في الامارات ما خلى ما صيفط ليها من الكادويات. غادي تدوز ديك المده ديال شهرين وغادي يرجع يجي للمغرب وما غيخلي تاني ما يجيب ليها لا من الحوايج ولا من الذهب. مهم اي حاجه حلات عليها فمها لقاتو جايبها، وهو اللي تكلف بالمصاريف ديال العرس كامل وحتى بعائلتها ما خلى ما جاب ليهم. كانوا غادي يطيروا بالفرحه، ربي جاب ليهم دجاجه بكمونها، ما بقاو هازين الهم حتى لشي حاجه. المهم دوز معاهم ديك المده ديال العرس. سلوى غادي توجد الوثائق ديالها وغيديها راجلها معاه الامارات. ملي وصلت الامارات ووصلت للفيلا غير دخلات بقات غير حله فمها، تصدمات من داكشي اللي شافت لحقاش عمرها ما شافت داكشي ولا شافت داك المنظر. وبقات كتقول واش انا كنحلم، واش هذه فيلا ولا قصر؟ 3 ديال المساعدات واقفين حدا الباب كيتسناوها غير تآمر. المهم طلعت للبيت ديالها، حيدات حوايجها، دخلت دوشات وخرجت باش ترتاح. ولكن هنا غادي تتفاجأ من الزوج ديالها، غادي يدخل لواحد البيت تاني وغادي ينعس. قالت ربما مع السفر ومع الايام ديال العرس اللي كان دوز السيد عيان ودخل باش يرتاح وما باغي حتى شي حد يبرزطو. ولكن عاود تفكرات وهي تقول نفس الشيء اللي داروا معايا في الاوتيل نهار فاش سالينا العرس ومشينا للاوتيل، هكا دار نعس وخلاني جالسه بوحدي. المهم ما فهمت شنو واقع. دازت المده تقريبا ديال شهر ونص وهي على هاد الحال، كل نهار كيتحجج ليها بشي حاجه. حاولت انها تفتح معاه الموضوع وتعرف شنو هو المشكل، واش ما عجباش اولا ما مقتنعش بيها اولا عنده شي وحده اخرى في حياته. المشكل كل مره كتقول غادي نهضر معاه وكتعاود تراجع، واخا ما كان ناقصها حتى شي حاجه. كانوا الفلوس، عايشه في فيلا بحال القصر، اللي بغاتها كديرها، اللي بغاتها كتشريها، كتصيفط لعائلتها الفلوس، ولكن ما كانش مرتاحه في حياتها، عايشه وحدانيه، لا عائله ولا صحاب، وحتى الراجل ديما خاوي عليها الدار.
ندمات علاش تزوجات. ومن بعد واحد 6 شهور على زواجهم غادا تجي لعندها الام ديال الراجل ديالها، وغادي تتعامل معها خايب بزاف وما غتخلي ما تسمعها، وقالت ليها بلي انها من النهار الاول ما باغيينهاش، وهي رافضه ولدها يتزوج بشي وحده مغربيه. واصلا قالت ليها انتيا كي رخيصه على والديك حيت صيفطوك لهنا بلا ما يعرفوا والو على هذا الراجل هذا. وعاد هاد المده كامله ومازال ما حملتي. سلوى ما لقات ما تقول، اصلا الموضوع محرج وما فيه ما يتقال. المهم سمعتها هاد الهضره ومشات في حالاتها. سلوى غير دخل راجلها ناضت ليه وقالت ليه راه امك جات لعندي وراها شبعتني معيور وما خلات ما قالت فيا، وقالت لي ضروري خصك تحملي. هنا سلوى حطته امام الامر الواقع وقالت ليه شوف خصك ضروري تشوف معايا شي حل ولا غنقول لامك كل شيء. مازين ما بقى عنده ما يخبي وعيقول ليها انا راه عندي واحد المشكل، راني كنت كنعرف واحد البنت مصريه وقبل ما نتفارق معاها كانت سحرات ليا، وهذا الشيء هو اللي خلاه يخلق ليا هذا المشكل، ومن نهار تفارقت معاها وانا كنعاني من هذا المشكل. سلوى غتقول ليه وعلاش ما قلتي ليش هذا الشيء من الاول وعلاش ما مشيتيش للطبيب؟ قال ليها هذا الشيء ماشي ديال الطبيب. قالت ليه علاش ما شفتيش شي راقي شرعي؟ قال ليها راني ما خليت فين مشيت وحتى شي واحد ما دار ليا شي حاجه. انا سلوى قالت له علاش ما نهبطوش للمغرب؟ المغرب راه فيه موجودين. قال ليها انا دابا راه ما مساليش. المهم ولا كل نهار كيعطيها شي حجه بما انه ما مساليش وما عندوش الوقت، ومن بعد حتى لهاد الشهر وحتى الشهر الجاي بقاو غاديين على هاد الحال هذا. وملي شافها ما بغاش تسد عليه هاد الموضوع، ودائما نفس الاسطوانه دائما كتقول ليه حتى هي من حقها تكون ام ومن حقها حتى هي دير وليدات ديالها، ولا غادا تشوف معاه شي حل اولا غادي تحطو بوجهه قدام العائله ديالو. هنايا مازين خاف لا يتفضح وغايقول ليها انا مستعد نشري لك شي دار في المغرب مقابل انه يشري سكاتها، وإلا سولها شي واحد تقول ليه بلا المشكل عندها هي، وحاليا راها متبعه مع الطبيب وكتاخذ الدواء ديالها. سلوى عرفات بان هاد الزواج صفقه خاسره، ولكن ما يمكن ليهاش ترجع لدارهم، خافت ترجع لعند العائله ديالها والجيران يتشفاو فيها. وفي نفس الوقت سلوى ولفات الحياه الرفاهيه، ولفات تلبس غير الماركه، ولفات تركب غير في الطوموبيلات الهاي، يعني ما غاديش تقدر تعيش في ديك العيشه اللي كانت عايشاها في الاول. المهم خدا ليها الدار اللي كان قال ليها اللي كانت القيمه ديالها 70 مليون، وملي تاكدت بانه انسان اللي عاجز لانه ماشي سهل باش يعطيها هذاك المبلغ كامل، سدات هذا الموضوع وما بقاتش كتجبدو معاه نهائيا، ولات كتفكر غير انها تاخد منه غير الفلوس باش هكذا على الاقل الا طلقت منه وتفرقت معاه على الاقل تكون ضمنات مستقبلها من الناحيه الماديه. وفي واحد النهار غادي تعاود ترجع لعندها الام ديالو وغادي تعاود تسولها، وهنا سلوى عاد تقول ليها المشكل فيها برا انها كتتبع مع الطبيب وكتاخذ الدواء ديالها. الام ديال مازين من سمعت هذا الكلام هذا عاد زادت تعصبات وما خلات ما سمعتها من معيور، ولات يوميا كتعيط على ولدها وكتجبد معاه الموضوع وكتقول ليه تالين غادي تبقى بلا زواج، هذيك البنت راه خصك تطلقها وتاخذ شي وحده اللي في المستوى ديالك وشي وحده اللي تكون بنت بلادك اولا من العائله ديالك. ولكن مازين كان كيقول لهم انا سلوى عمري ما غنتفرق عليها لانني انا كنبغيها بزاف، ولكن هو في الاصل ما كانش همه سلوى اولا مسوق ليها، هو كان غير ساتر بها العيب اللي عنده لانه كان متاكد وعارف ما يقدرش ياخذ شي وحده من بلاده اولا من عائلته لان سره غادي يتفضح وغادي يتشوه. دازت عامين على الزواج ديال سلوى، وفي هذه المده هذه كانت كل مره كتنزل المغرب كتهلا في عائلتها وفي نفس الوقت كتفرش الدار ديالها وما قالت ليهم حتى شي حاجه على المشكل اللي عندها. وفاش كانت كتسولها الام ديالها على الولاد
كتقول ليها راني متبعه انا والراجل ديالي عند الطبيب، راه حنا ما عندنا حتى شي حاجه غير مساله وقت. سلوى ولات عاطياها غير الدوران والتصافير وخسرة الفلوس، ولا حتى شي حاجه ما كتهمها، نسات المشكل اللي عندها وما بقاتش مسوقه ليه. والحاجه المهمه اللي ولات عندها وهي تجمع الفلوس وتهلا في عائلتها ودير علاش ترجع، وملي تنزل المغرب تمان على صحاباتها وعائلتها. وفي واحد النهار البوليس غادي يجيو للفيلا ديال مازين، فاش غتخرج المساعده غيقولوا ليها كلمي لنا الزوجه ديال مازين. وفاش خرجت سلوى عاد تلقى البوليس واقفين في الباب ديال الفيلا وباغيين يسولوا على شي حاجه. سولتهم اشنو واقع، قالوا ليها فينا هو راجلك، قالت لهم هذه مده ديال 10 ايام ما شفتو تقريبا. البوليس الكلام ديال سلوى جاهم غريب، قالوا ليها كيفاش المده ديال 10 ايام والراجل ديالك ما بانش وانتي ما سولتي عليه ما قلبتي عليه وسولتي العائله ديالو؟ قالت لهم لا. غتسولهم شنو واقع، واش كاين شي مشكل، علاش كتسولوا على الراجل ديالي؟ قالوا لها بغيتي تعرفي شنو واقع، راجلك لقينا الجثه ديالو في واحد الشقه، راجلك لقيناه مقتول في واحد العماره اللي بعيده على المنطقه فين كيسكن. انا يا سلوى تصدمات وبقات غير كتبكي، لانه واخا كان بيناتهم مشاكل كان كيتعامل معاها مزيان. البوليس ملي كملوا معاها البحث داروا تفتيش للدار، خداو البيسي ديال الضحيه وداو معاهم المركز باش يديروا ليه الفحص. سلوى ما فهمت والو من غير ان راجلها لقاو مقتول. هنايا غادي تتواصل مع العائله ديالو باش تعرف بالضبط شنو واقع، لان البوليس ما عطاوهاش شي معلومات كافيه. وفاش اتصلت بالعائله ديال الزوج ديالها، العائله ديالو غادي يقمعوها ويقولوا ليها وياك تجي لعندنا للدار وتعاملوا معاها بواحد الطريقه خايبه بزاف. البوليس غادي يستدعيو سلوى عندهم المركز باش يبحثوا معاها. سولوها كيفاش حتى تعرفت على مازين، واش عندها شي مشاكل معاه اولا عنده شي عداوه مع شي واحد، وملي كيغيب على الدار فين كيمشي. قالت لهم انا تعرفت عليه في واحد الموقع ديال التعارف، ومن بعد ما تزوجنا اكتشفت بانه عاجز واسترته قدام العائله ديالو والعائله ديالي، وما عمري قلت لشي واحد شي حاجه على هذا الموضوع هذا. وفاش كيبغي يسافر ولا كيبغي يغيب على الدار كيقول لي بانه يا اما غادي يسافر مع صحابه يا اما عنده سفر ديال العمل ديالو، وانا ما عارفه والو على حياته الشخصيه سواء العائله ديالو اولا صحابه، وحيت عائلته ما كانوش قابليني وما كانوش كيجيو يزوروني قليل فاش كانت كتجي الام ديالو. واخا كنا عايشين مع بعضياتنا في فيلا وحده، كل واحد كان عايش في البيت ديالو وكل واحد كان عايش بالطريقه ديالو، وهو تزوج بيا غير باش يستر داك المشكل اللي عنده. كيفاش البوليس حتى عرفوا مازين راه تقتل، السكان ديال واحد العماره غادي يتصلوا بالبوليس ويقولوا لهم بانهم كيشموا واحد الريحه خايبه بزاف خارجه من واحد الشقه اللي كاينه في العماره ديالهم. البوليس مشاو لتما غادي يفرعوا الباب وغادي يدخلوا باش يشوفوا شنو واقع. وهنا غيتفاجئوا بالجثه ديال مازين وهي في واحد المرحله متقدمه من التحلل. عينا الاولى للجثه البوليس لاحظوا باللي كانت عنده ضربه قويه على الراس ديالو وغارق في الدم ديالو. وهذيك الشقه كيبان باللي كانوا عايشين فيها جوج ديال الناس، جوج كيسان ديال القهوه، جوج كراطن البيتزا، جوج بانطوفات، يعني اي حاجه لقاو منها جوج. الشيء اللي كيبين برا هذيك الدار فيها جوج ديال الناس عايشين فيها. ولقاو حتى مشروبات كحوليه ولقاو شي ادوات اللي عندهم علاقه بالشذوذ. تهز الجثه للتشريح الطبي وغادي يهزوا حتى التليفونات باش يدوزوا في الخبره. ومن بعد ما خرجت النتائج ديال البحث التقني اللي داروا البوليس غادي يلقاو فيديوهات مخله بالحياه ديال مازين مع شي واحد اخر. هنا البوليس غادي يسولوا السكان ديال العماره شكون اللي كيسكن في هاد الشقه هادي، غيقولوا ليهم بلي عايش فيها واحد الباكستاني ومازين دائما كيجي عنده للدار وكل مره وشحال كيجلس هنايا معاه. والجيران كانوا كيظنوا بلي بيناتهم صداقه اللي عاديه. خرجت نتائج التشريح الطبي اللي كتقول بان سبب الوفاه وهي ضربه حاده على الراس
اللي تسببت ليه في نزيف داخلي وخارجي، ولقاو عنده كميه كبيره ديال المخدرات في الدم ديالو وكميه كبيره ديال الخمور. البوليس بداو كيقلبوا على هذا الباكستاني، وفعلا غادي يلقاوه في المطار، كان غادي هارب. غادي يلقاو عليه القبض وغادي يديوه باش غادي يبحثوا معاه، وغادي يعرفوا برا انه كانت كتجمعوا علاقه مثليه مع الضحيه. سولوه شنو وقع بيناتهم وشنو هو السبب اللي خلاه يقتلو. قال لهم بلي هذه تقريبا عام ونص وهما في علاقه. بهذاك النهار وقع بيناتهم واحد المشكل، وهذاك هو السبب اللي خلاه يقتلو. اما العائله ديال مازين ما بغاوش يخبروا الزوجه ديالو بهذا الشيء اللي واقع، ما رضاوش قدامها، اللي ما كانوش باغينها وما راضيينش بيها قدام الناس وعائلتهم. صدقات هي اللي كانت ساتراه. سلوى كانت كتظن برا انه مريض وعاجز، ما كانش عارفه برا انه مثلي. هادشي علاش كان دائما كيطلب منها باش تسترو، وكان دائما كيعطيها الفلوس غير باش تسترو ما تعاود خبارو لحتى شي واحد. اما العائله ديالو فقرروا انهم يعطيو واحد المبلغ لسلوى، وطلبوا منها باش تخوي لداك البلاد وما بقاوش يعاودوا يشوفوها. وفعلا سلوى غادي تجمع حوايجها وغادي ترجع بحالتها للمغرب، وهذا الشيء ما عاوداتو لتا شي واحد الا الام ديالها. اما خوتها وباها فقالت ليهم الزوج ديالها دار حادثه سير. وهذه هي قصتنا ديال اليوم. كنقول لكم شكرا لكم على المشاهده، واللي كيشاهد قناتي لاول مره كنتمنى باش يشترك فيها ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي. وشكرا.